أصلح لكم وصفة مغربية طبعا بصلصة الطاجن المغربي. أول شي بالبطاطس والجزر، كوسة والطماطم، ثوم وفلفل حار، دجاج متبل جاهز قطعته قطع صغيرة، راح أبدأ أنزله فوق الخضار على طول. البصل قطعته بالطريقة هذه. طبعا البصل نحتاجه عشان ما راح نضيف موية، فالبصل راح ينزل معنا موية. شوية زيت زيتون، رمان، عصير ليمون، بهارات مشكلة وبابريكا وملح. نضيف من الصلصة. آخر شي أحط شوية زبيب، ونضيف قطعتين زبدة على الوجه. قفلت عليه بورق زبدة وربطته بالحبل. هنا قفله بالقصدير. أدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة. وكذا خلاص صار معنا جاهز الطاجن المغربي. آخر 5 دقايق شلت القصدير وخليته يتحمر من فوق.